بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في كل مرة بنسمع فيها إن نفسية الراجل سالكة على حد قول بعض النساء أكتر من الرجال من الستات، أو مقارنة بالنساء بنسأل نفسنا ليه؟ ليه بيتقال إن الرجالة نفسيتهم كويسة والنساء لأ؟ هل الفرق مثلا في التكوين، ولا في طبيعتهم، ولا في الضغوط اللي بيتعرض ليها كل طرف؟ بيتعرض ليها الرجالة، بيتعرض ليها النساء. علم النفس بيأكد ان المرأة بطبيعتها هي اكثر حساسية للمشاعر والتفاصيل العلاقات، وده مش معناه ضعف منها على الاطلاق، لكنه هو ناتج عن طريقة تفكيرها اللي بتربط ما بين العاطفة وما بين التجربة الشخصية. مع ذلك بيتحول أحيانا العمق ده عبء عليها هي، بيخليها أكثر عرضة للتوتر، للمقارنة، للخوف من الفقد. أي فقد، سواء بقى كان للمحيطين، لوظيفة، لحاجة معينة، للقب كان بيتقال عنها، لوضع اجتماعي، أيا كان نوع الفقد. وده يعني ممكن اللي بيخلي بعض الستات ان هم يشوفوا الاخريات، الستات التانيين، تهديد عليهم هم شخصيا، مش لانهم هم اعداء لا قدر الله، او ناس وحشة او اخلاقياتها مش كويسة، لا اطلاقا. لكن ده بيكون انعكاس لمخاوف دفينة عندهم عن المكانة. هم رابطين ما بين مكانتهم هم في المجتمع وما بين نجاح الأخريات. أي نجاح بعيد عنها ده هيأثر على مكانتي. أي تفوق وإنجاز لأخرى ده معناه أن أنا مش متفوقة ومش ناجحة ومش بسعى زيها. طيب، لكن في المقابل نفس الطاقة دي ممكن تتحول لقوة، دعم كبيرة جدا جدا، واحتواء لبعضهم البعض، لكن لو اتوجهت بشكل صحيح ما كانتش سلبية بل إيجابية. لما الست بتمد إيديها لست زيها، أو البنت بتمد إيديها لبنت زيها وتساندها، بدل ما تقارنها بنفسها أو تحقد عليها أو تحسدها أو تحبطها أو تسمعها نقد لاذع جدا جدا يضايقها ويحزنها، بتحصل نقلة حقيقية في طريقة التفكير. بيكون عندها ثقة في نفسها، يكون عندها تمكين ذاتي، مش شعارات. هي فعلا متمكنة من نفسها وواثقة من نفسها. يعني لو الدنيا كلها نجحت ووصلت لكل اللي هم عايزينه، ده لا يؤثر عندي في شيء. أنا عارفة طريقي وماشية فيه. دي أدوات بتكسر دواير الغيرة، بتكسر دواير العداء اللي المجتمع للأسف الشديد هو اللي زرعها داخل النساء والبنات. والسؤال اللي بيطرح دلوقتي، ازاي نقدر نبني بيئة بين النساء يكون فيها الدعم بينهم وبين بعض كبير، ما هوش استثناء، لا ده هو الأساس. وهنرد على التساؤل اللي بيقول ان الرجالة في التعامل أسهل، والرجالة في التعامل طيبين وما عندهمش لا حقد ولا غيرة ولا كل الكلاكيع اللي موجودة عند الستات دي. هنرد على التساؤلات دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا، الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا مرحبا يا أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى، حياك الله، أسعد الله أوقاتك بكل خير. أهلا وسهلا، حياكم الله. استكمالا لما سبق يا أستاذة خديجة، والحديث عن نظرة بعض الستات وبعض الفتيات، وأعتقد يعني هم عدد مش قليل، إن الرجالة أسلس جدا في التعامل مع بعضهم، مش زينا. احنا بنغير من بعض وبنحقد على بعض وبننفسن من بعض، لكن الرجالة نفسيتهم سالكة وبيتعاملوا مع بعض زي الفل وبيخدموا بعض، وما عندهمش لا اللؤم ولا الخبث ولا اللف والدوران اللي موجود عند بعض الستات والبنات. ليه يا أستاذة خديجة بيقال كده؟ وهل فعلا ده صحيح ولا لا؟ أول شيء أنه نحن نقارن أنفسنا كنساء بالرجال، هذه مقارنة غير صحيحة، لأنه النساء نساء والرجال رجال. هم. فبالتالي
الأساليب والوسائل وطريقة التفكير مختلفة بناء على أدوارهم، والنتيجة أن الأدوات اللي حيستخدموها في الحياة لمواجهة المخاوف تبعهم حتكون مختلفة تماما. فالنساء لما يجي يقارنوا أنه الرجال أسلك بالنسبة لمين؟ طيب، والنساء أصعب بالنسبة لمين؟ الرجال مع الرجال ولا الرجال مع النساء ولا النساء مع النساء ولا النساء مع الرجال؟ هنا لازم يكون المقارنة عادلة جدا، لأنه ما أقدر أنا اليوم أتكلم عن شيئين مختلفين تماما في الجوهر وفي المظهر يعني، وفي الأهداف وفي الطموح وفي طريقة التفكير وفي الحالة النفسية والأدوار التي يقوم فيها. فالرجال مو أسلك في ذا الكلام. الرجل اللي قد يكون يظهر أنه هو أسلك وأسهل مع المرأة، لكن ليش الرجل يتعامل بهذه الكيفية؟ في رأيي أنه الرجل أصلا ما يشعر بالتهديد من المرأة، فبالتالي ليش ما يكون أهدى وأسلك وألطف ويساعدها ويقدم لها؟ هو أساسا تمام. طيب ما هو ده اللي بيقال إن هو ما بيشعرش بتهديد. لا، أيوة، مش بيشعرش بتهديد من المرأة، هو ما بيشعرش بتهديد من الرجل. هم مع بعض كويسين جدا، لكن الستات هم اللي بيحسوا ان هم وجودهم بيهدد وجود بعض. لا، الرجال عندهم المجال تبعهم اللي يكون فيه منافسة، لهم أساليب معينة لتطبيق هذه المنافسة في هذا المكان تختلف عن أساليب النساء. أول شيء طبيعة الرجل مباشر جدا، يعني مو زي المرأة دائما عندها اللف والدوران ومن تحت ومش عارف إيش تلف، يعني تمارس أساليب حتى الرجل يحتار كيف تجي هذه الأفكار يعني. هذا يعني معروف يعني، بل نتكلم نحن عجزنا الرجال يعني في فهمنا في هذا الجانب. طيب، الرجال جدا واضحين في أسلوبهم في طريقة تعاملهم، لأنه الرجل عنده تركيز على هدف واحد يعيش من خلاله يثبت فيه نفسه وفي مجاله وفي وظيفته في الحياة. المرأة أدوارها كثيرة جدا في الحياة، يعني تخيل تكون زوجة وتكون أم وتكون أخت وتكون ما أدري إيش وتكون طالبة وتكون موظفة، فعندها تحدي كبير جدا وضغط شديد جدا، فتحتاج أنها تحتال عليهم، فتستخدم أكثر من طريقة وأسلوب لإثبات نجاحها في كل هذه الأدوار. لأنه إذا فشلت في دور واحد وهي من أصل 5 أدوار أو نجحت في 4 وفشلت في واحد، هي لا ترى ال4 اللي نجحت فيها، تقيس على الفشل هذا إنه أنا فشلت في كل الأدوار. طيب، فإحنا قلنا أساساً المرأة هي تربى من الأساس على شيء اسمه المقارنة والحكم المسبق. الشيء اللي نبغى نلفت النظر له إنه أساساً المرأة كمان في مسألة المنافسة ذي تربت إنه هي تنافس امرأة على قبول الرجل، يعني إذا قبلها الرجل واستحسنها الرجل معناها أصبحت هي إنسانة ناجحة، فهي تركيزها على إنه تلفت النظر لهذا الرجل. فهنا هي الإشكالية في فهم هذه النقطة، إنه أنا الرجل ده إيش أساسا كيف بتربي هو في المجتمع؟ الرجل متربي في المجتمع إنه عنده مكانته وما حد يزاحمه فيها، خاصة النساء. لكن خلي يجي رجل ينافسه في هذه المنطقة أو في هذا الجانب في الحياة، هتلاقيه يستخدم أساليب ووسائل تختلف تماما عن المرأة، تكتشف المرأة جنبها إن هي ولا شيء. كمان المجتمع عندنا إحنا أساسا بيقيس نجاح المرأة بمكانتها الاجتماعية. اليوم لازم تنجح هي في دور الزوجة، تنجح في دور الأم، وتنجح في إنها إذا كانت في العمل. فده كله تحدي وضغط شديد جدا على المرأة، فيولد حالة من الحساسية بين بعضهم البعض. فتلاقي المرأة تتحسس من نجاح هذه في العمل، من نجاح هذه كذا، لأنه هي تعتقد نجاح هذه معناها بسلط الضوء على فشلي أنا. أيوة، عرفتي؟ بالضبط. فده صد الرد هذا اللي النفسي اللي قاعد يصير مع المرأة هو اللي بيخليها دائما تقيس نجاحاتها هي من خلال نجاحات امرأة أخرى، ما قاعدة تشوف هي أنها هي نجحت في أمور أخرى في الحياة. هذه المرأة اللي هي شايفة أنها هي ناجحة ما نجحت فيها أساسا، يعني ما قدرت عليها لأي سبب من الأسباب. فهذه الإشكالية في فهم هذا الجانب أو هذه النقطة. تمام. طيب خلينا نتكلم على نقطة تانية وبنسمعها برضو من بعض السيدات وبعض الفتيات، يعني لما تقولك أنا في الجامعة لما بطلب مثلا ملخصات من زميلتي تقعد تلف وتدور، في الآخر مش بتديهالي. أسألها على حاجة في المحاضرة ما خدتش بالي ما ركزتش، تسأل حد من زمايلها يقولها اتفضلي في ثانية. سمعت الدكتور قال كذا، قال ده قال كذا كذا كذا، طب تمام شكرا سلام عليكم. زميلها في الشغل لما تسأله في حاجة أو تطلب منه خدمة يقولها طيب تمام اتفضلي، طيب ممكن بس تقعد مكاني 10 دقايق بس هعمل حاجة، ويقدم لها خدمة.
لما بيجوا يطلبوا من الستات والبنات ما بيلاقوش، بيلاقي لف ودوران، المهم انها ما تخدمهاش نهائي. وده اللي بيخلي بعض الستات يقولوا لا، التعامل مع الرجالة افضل بكتير من التعامل مع الستات، لا فيه خبث ولا فيه لقم ولا فيه لف ودوران. وهي نرجع لنفس النقطة، هي المرأة تشعر أساسا، تعرفي والله لو لاحظنا بدقة هي مسألة خوف. المرأة تخاف إنه هي تخاف من نفسها، تخاف من النقد اللي ممكن يوجه لها، تخاف من الملاحظات التي قد توجه لها، تخاف وتغار من داخلها لأنه عندها التقدير الذاتي منخفض جدا يعني. فهي تشعر بالأمان في أنها هي تستحوذ على المعلومة أو على السلوك ويكون حصرا عليها، لأنه أنا اليوم يكون كل شيء أنا عندي وعند الأخريات من مثلي من النساء ما هم عندي، ما عندهم هذا الشيء يشعرها بالتميز كذا ويعطيها إحساس بالأمان. عرفتي؟ فالمرأة أساساً هي بتبحث عن الأمان، لكنها بتبحث عنه بطريقة سيئة أو بأسلوب مختلف وتبحث عنه في الخارج. فهي تخاف إنه تكون معروف نقاط ضعفها وإلى آخره. فالرجل نفسه ما بيشكل بالنسبة لها تهديد في هذا الجانب، فهي لما تقدم له الرجل بيقابل هذا الشيء بالشكر وإلى، فتشعر إن هي إيش قدمت شيء ونجحت في شيء ولفتت نظر الرجل في هذا الجانب وقدرت تسوي شيء. هذا بس تضخيم للأشياء كلها. فتقول لا، خليني أنا محتفظة بهذا الشعور لنفسي من خلال احتفاظي بهذه المعلومة وعدم مشاركتها لامرأة أخرى زيها. هذا هو التهديد يعني. لكن لو تيجي أنت في المقابل يعني أنه الرجل نفس الشيء لما بيقدم للمرأة بيقدم لكل النساء نفس الشيء، لأنه هو يحتاج الشعور بالاهتمام والقيمة في الشيء اللي هو بيقدمه. طيب، فالمرأة ما شاء الله تبارك الله مشاعريا تغدق على الرجل هذا الاهتمام لما يخدمها ويسوي لها وإلى آخره، لأنه ما في تهديد أساسا. لكن هل الرجل بالفعل بيقدم هذه الأشياء مع شخص آخر هو بيمثل عنده تهديد في هذا الجانب من جوانب حياته؟ هتلاقي القصة لا، مختلفة تماما. الرجل نفس المرأة برضو ما يبغى يشعر أنه أحد من الرجال تقدم عليه في هذا الجانب، لأنه هو يعتبر أنه هذا النجاح الرجل هذا وتميزه كأنه تقليل من شأنه. فهذه هي الإشكالية إحنا كيف قاعدين نشوف أنفسنا؟ أنا قاعدة أسقط على الآخر نجاحاتي، ولا قاعدة أسقط عليه نقاط ضعفي، ولا قاعدة أسقط عليه مثلا اللي هو ضعف تقديري لنفسي أو عدم ثقتي بنفسي. فكلها إسقاطات يعني. فاللي تشوفيه في الظاهر معناها أنه هذا الشخص في داخله هو عنده رأي مختلف تماما عنك عن نفسه، فهو ما يبغى أنت توصلي لهذا الرأي، فيبدأ إيش يتعامل بطريقة عدائية أكثر. تمام. طيب إحنا إزاي أستاذة خديجة نخلي مشاعر النساء تجاه بعض اللي هم بيشعروا إن المرأة هي عدوة المرأة غير كده خالص، وإن هم يدعموا بعض بدل ما بيحاربوا بعض، وفعلا يكونوا داعمين ويكونوا بيشعروا ببعض وما يسببوش لبعض يعني مشاكل أو نقد لاذع أو تحبيط أو كلام سلبي؟ إزاي نخليها فعلا تكون شخص ودود لأقرب الناس ليها، اللي المفروض إن هي الست بتشعر بالست اللي زيها، بتحس بيها، بتشفق عليها؟ إزاي نحول من النقيض للنقيض؟ طيب، عشان نتحول من النقيض للنقيض، أول شيء قلنا إحنا إنه هذه فكرة مش يعني جمعي، رأي جمعي صار عند مجموعة من النساء ويطبق الآن إنه كل النساء كذا. لا، مو كل النساء كذا. لازم نبدأ من هذه النقطة، إن إحنا نبدأ بنشر الفكرة إنه لا، بالعكس، المرأة هي لازم تحن على المرأة. لما نشوف امرأة تقسو على امرأة لازم نذكرها هي امرأة زيك، إذا أنت قسيتي عليها مين راح يرحمها؟ عشان نلفت نظرها إنه الدنيا زي ما تعطي تاخذ. أنت اليوم قسيتي عليها راح يقسو عليك، فعشان خاطر نفسك لا تقسي على امرأة مثلك، أنت أوقفي معاها بأي شكل من الأشكال، بالنصيحة، بالتوجيه، بالإرشاد، إن شاء الله نفسيا، إن شاء الله بالدعاء، أوقفي معاها. هذا الشيء لازم يتكون عند النساء، هذا الوعي. لازم تنبه المرأة أنه سلوكها هذا مردود عليها، لأنه هي أول من سوف يعاني، هي ليست بعيدة عن هذه المعاناة. هذا من جهة. الجهة الثانية اللي تخدم هذا الجانب إنه إحنا لازم نعمل على رفع وعي المرأة وثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها. لازم تدرك اليوم إنه نجاحك أنت كامرأة ما هو مرتبط بالرجل ولا بالأبناء، ما هو مرتبط بهذول كلهم. أنت بتأدي وظيفتك، خلينا نقولها عشان يكون أسهل للفهم. أنت في الزواج هذا عندك دورك هذا إنك أنت الجزء اللي يخصك فيه تقومي به.
لكن الجزء اللي تقومي به هل معناه أنه لازم ينجح الزواج، لازم كذا؟ لا، مو لازم، لأنه الزواج ده قائم على شخصين. فكونه قائم على شخصين معناها هذول الشخصين هم مسؤولين عن إنجاحه أو عدم إنجاحه، حتى ما نبغى نقول فشل كمان. بالتأكيد. فهنا المرأة لازم تتعلم الوعي لهذه الفكرة عشان تخفف عن نفسها الضغط. ولما تشوف في حياتها على المثال اللي حضرتك ذكرتيه إنه امرأة أخذت زوجها وإلى آخره، تعرف إنه المسألة مو امرأة أخذت زوجها، هو الرجل أراد أن يخرج بس، مو أكثر من كده يعني. فما له علاقة فيها هي ولا في هذيك المرأة. في هذا الجانب مهم جدا. كمان تقدير المرأة هذا المنخفض اللي جاي إنه هي تبحث عن قيمتها من مكانتها الاجتماعية، من نظرة الرجل لها، من كده وإلى آخره، يجب أن يتحول. وحقيقة ما شاء الله تبارك الله في الواقع الحالي الآن مع ارتفاع وعي المرأة وثقافتها وتعلمها واتساع مداركها، بدأنا نلاحظ أن النساء صاروا هم يدعموا بعضهم البعض. فتلاقي المرأة مثلا في السوشيال ميديا تقوم مثلا بنشر أعمال امرأة أخرى وتقول شوفوا هذه امرأة نجحت، شوفوا إحنا النساء نقدر نسوي. صار الكلام إنه مو أنا اللي أقدر أسوي، الجملة المستخدمة شوفوا نحن النساء إيش نقدر نسوي، شوفوا نحن النساء فين وصلنا. صار الكلمة بدل ما أنا أصبحنا نحن النساء. هذا الشيء طبعا شيء جميل جدا، يعني انت تشوفي هذا التوجه هذا خلى المرأة اليوم عندها قدوة الآن تبحث عنها، مو زي الرجل زمان مثلا يقول أبغى أنجح وأصير مثلا، لا صارت تقول أبغى أنجح زي فلانة، أبغى أصير زي علانة، زي مش عارف إيه. هذا الشيء يعني الحمد لله مفرح. يبقى إن إحنا لازم نرجع نربي بناتنا إن هم نجاحات الأخريات في محيطهم، في المدرسة، في الصداقات، في الأقارب، إنهم يعملوا على المشاركة الوجدانية في هذا الجانب، وما نخلق نحن لا شعوريا حالة من المنافسة. لا، نخلي الأمور زي ما هي، كل واحد عنده قدرات، كل واحد عنده تميزه. وبنتي اليوم لما تيجي تقول لي هي نجحت في كده أنا ما نجحت، لازم أسلط الضوء مع بنتي، مو مناقشة الفكرة بشكل عقلي، إنما أسلط الضوء على أفكارها في الجانب إنه أنت قاعدة تشوفي نجاحات الأخريات، لكن تعالي نتكلم عن نجاحاتك. أنت ما نجحتي في كده، أنت مو تعرفي كده، مو تسوي كده. فخليها دائما تتوجه، بدل ما تتوجه للخارج دائما تتوجه إلى الداخل. وحتى مع النساء نحن دائما نحرص، نحن النساء دائما بنقول لهم انتوا شوفوا الدنيا في داخلكم ايش مسويه، انتوا في ايش قاعدين تفكروا. لا هم سووا فيها، اتركونا منهم، خلاص عرفنا دول نتيجه. لكن انت اساسا كيف قاعده تفكري، انت كيف قاعده تنظري لنفسك، انت كيف قاعده تشعري، عشان تتعلمي اليوم تخرجي من دور الضحيه. انا ضحيه امراه اخرى، لا، تحملي مسؤوليه افعالك ومشاعرك وعالجيها وتواجهي معاها، وشوفي انت ايش ليش قاعده تشعري زي كذا. يمكن انت تربيتي كذا، الان خلاص تربيتي، انتهينا في الماضي، الان الحاضر ايش لازم تسوي؟ اعيدي تربيه نفسك وتاهيل نفسك للحياه. طيب استاذه خديجه، قبل الختام وسريعا، هل المستوى التعليمي بيفرق في الامر ده؟ بيكون له عامل ودور كبير؟ يعني مثلا خريجه الجامعه بتفرق عن مثلا اللي هي تعليمها اقل، او اللي معاها ماجستير ودكتوراه؟ يعني الدرجه العلميه سواء واخده درجه علميه عاليه او مش متعلمه خالص، هل ده بيفرق في المشاعر دي ولا ملهاش علاقه اصلا بالتعليم؟ والله شوفي، بقياس ان قلنا احنا اليوم الدرجات العلميه مقياس للسلوكيات، انا حنكون غير منصفين صراحه، لانه هذا ما له علاقه. يعني الدرجه العلميه لها علاقه انه انا خلصت المنهج الفلاني، الكتاب الفلاني، واختبرت ونجحت وانتهت القصه كلها. الحياه اكبر من المنهج نفسه واكبر من الجامعه نفسه. فالدرجه العلميه اليوم ما تقرر ولا تقيس لهذا الاداء، لانه احنا بنشوف في نساء وكثير من النساء حتى ما خلصوا إلا سادس ابتدائي مثلا، مرحلة ابتدائية، لكن عندها وعي وإدراك وكلام أقل شيء يعني أنت تسمعيه وبلغة بسيطة جدا. إحنا بنقول ده هي يعني ما شاء الله عليها دماغها توزن بلد، ولا كأنها معاها دكتوراه. وهذا هو عشان كده احنا نعيب على اصحاب الشهادات لما يرتكبوا هذه الحماقات، نقول طب ايش فائده الشهاده دي اللي انت اخذتها؟ المفروض ان هي بتغير فيك. لكن المشكله انه اصحاب الشهادات اليوم صار عندنا اشكاليه اخرى، انتوا الشهاده دي ما لها علاقه في شخصكم، الشهاده دي اثبات ان انت خلصت المنهج فقط. لكن كيف الحياه، تطبيقات المنهج ده في الحياه، هنا هو الملعب الحقيقي لجوده التعليم. اليوم انا تعلمت شيء، تعالي ننزل الملعب الحياه ونشوف اي اجوبه أرض الواقع، التطبيق العملي. فما له علاقة أبدا. لكن نزيد على كده أنه إحنا المستوى الديني أو الوعي الديني ومخافة الله سبحانه وتعالى
معرفة الله سبحانه وتعالى في ذا الجانب يلعب دور كبير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول لا تناجسوا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني الله دائما يأمر إنه إيش، إن نشوف الخير عند الآخرين ونشكر الله عليه، ونتمنى أن يزيدنا خير على خير ونور على نور. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. يجي تهذيب النفس في الإسلام في هذا الجانب، يقول لك طالما حبيتي هذا الشيء في الآخرين، يعني أنت حبيتي إن الناس تقول لك كلام حلو، لازم تصدري للناس كلام حلو. تبغي الناس تقول لك تفعل معك شيء طيب، لازم أنت تصدري للناس هذا بالظبط. الشيء. فده التهذيب الديني ده والوعي الديني ده، كل ما ارتفع الإنسان بيرتقي في هذا الجانب، فبيعرف إنه اليوم عدوك وخصمك هو داخل نفسك فقط وليس في الخارج على الإطلاق في هذا الجانب. تمام. بشكرك جدا في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش، على وجودك معانا. شرفتينا وأفدتينا كتير، وزي ما قالت ضيفتنا عمر ما نجاح أي شخصية هيأثر على نجاحك، ولا معنى إن انتي نجحتي معناها إن الآخرين هم فشلة. كل واحد ربنا مقدر له حاجة، ودي أرزاق ربنا مقسمها لينا. المفروض إن احنا نفسيتنا تكون تجاه كل اللي حوالينا سوية وصافية ونقية، نتمنى الخير لغيرنا علشان هم كمان يتمنوا لنا كل الخير. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.